52 الدقيقة 52 وهدف الأهلي الثاني المسجل من قبل لاعب نادي الأهلي فيكتور. هل كان في موقف تسلل أم لا؟ سنشاهد هذه الحالة. سنشاهد الحالة لحظة لعب الكرة. الآن لحظة لعب الكرة لا يوجد تسلل، لا يوجد تسلل. الآن سنشاهد من أقرب إلى خط مرمى الخصم، هل هي الكرة أم لاعب نادي الأهلي رقم 7. نلاحظ أنه لاعب نادي الأهلي رقم 7 هو أقرب إلى خط مرمى الخصم من كل من الكرة، وآخر ثاني مدافع. تلعبت الكرة الآن، المدافع عاد واستفاد من وجوده في التسلل واستطاع أن يسجل هدف من موقف تسلل. كان مفترض على الحكم المساعد الثاني بدر الشمراني الإعلان عن هذا التسلل الموجود في هدف الأهلي الثاني، لأنه لحظة لعب الكرة كان فيكتور كان في موقف تسلل، كان أقرب إلى خط مرمى الخصم من كل من الكرة وآخر ثاني مدافع. وهذا الهدف طبعا يتحمل مسؤوليته الحكم المساعد الثاني بدر الشمراني اللي لم يعلن عن هذا التسلل. حالة أخرى دقيقة هنا في سقوط أيضا لاعب نادي الهلال في الدقيقة 117 أو 100 في الدقيقة 102 تقريبا. نلاحظ هذه الحالة حقيقة في عملية فيها دفع من الخلف، وفي أيضا في مسك، في دفع وفي مسك لمهاجم نادي الهلال. هذه كان مفترض على خليل جلال أن يعلن عن ركلة جزاء لنادي الهلال في الدقيقة 103 من زمن المباراة. ركلة جزاء لم تحتسب لفريق نادي الهلال. مسك ودفع داخل منطقة المرمى وركلة جزاء لم تحتسب.